من كام سنة بس شنجن كانت قرية صغيرة للصيادين، والنهاردة بقت واحدة من أكتر المدن تطور في العالم. أنا النهاردة في شنجن، المدينة اللي ممكن تشوف فيها عربية بتفتح بإشارة من إيدك، روبوتات بتنظف الشوارع، وأسواق إلكترونيات فيها اختراعات وحاجات عمرك ما شفتها في حياتك. في الفيديو دوت هنزل قلب سوق واشيانج باي، وهدخل أشوف اختراعات هواوي، وهجرب العربيات الذكية، وهاكل أكل الصيني من الشارع، وهزور أماكن غريبة ومختلفة زي هوس نوير، وهتوه برضو وسط مترو شنجن، وبالليل هروح كوكو بارك وهكتشف الحياة الليلية في شنجن عاملة ازاي، وهل الأجواء ممتعة ولا فيك وتجربة مصطنعة بس عشان تفضل تدفع فلوس. بس الرحلة اللي بدأت باستكشاف مدينة المستقبل انتهت بحاجة خطيرة عمري ما كنت أتخيلها. دي شنجن مدينة التكنولوجيا والمستقبل والمفاجآت، بس مش كل المفاجآت كانت حلوة. فيلا بينا دلوقتي مع بعض نبتدي الفلوج دوت. مثال صغير عشان تبقى قاطع عن الفرق في الاسعار ما بين البلدين. يعني انا دلوقتي في الصين في شنجن بالظبط، حوالي تلت ساعه بينها وبين هونج كونج. هونج كونج كان مكان معفن زي ما شفتوا في الفيديو اللي فات، بدفع لي 30 دولار في اليوم. مكان معفن عباره عن اوضه لازقه، سرير لازق في الحيطه، وحمام معفن ونمل وحشرات والكلام ده كله. وعشان تجيب حاجه كويسه هتدفع رقم محترم، يعني حاجه كويسه افريج 100 دولار. اوضه زي كده في شنجن ب 20 دولار، غساله، حوض، ثلاجه، عندك مكتب، عندك سرير دبل، عندك تكييف، فيو لطيف مش وحش. فهونج كونج جميلة، بس مشكلتها ان هي الاسعار غالية. يعني في اليوم افريج على الاقل 100 دولار. هنا انا ممكن امشي حالي ب 30 دولار في اليوم، اللي هو اكلي 10 دولار، سكني 20 دولار، بس فسحي بقى والكلام ده كله سايت سينج، عشان انا بقعد فترات طويلة فمش محتاج اتفسح كل يوم. يعني ممكن اتفسح مرة في الاسبوع، مرتين في الاسبوع، وباقي اليوم او باقي الايام العادية اللي انا بس بشتغل بنام ممكن بس انزل اعمل جولة في المكان وخلاص. في نفس الوقت مش بقولك ان انت ما تروحش بقى البلاد اللي هي الغاليه، ممكن تروح، بس ممكن اولا تعتمد على الهوستل، تروح اماكن رخيصه، بس ممكن تلاقي تجارب زي التجارب اللي حصلت لي، اللي انت تلاقي مكان فيه نمل، فيه حشرات، فيه الكلام ده كله، مع حاجه رخيصه هتبقى جودتها وحشه في الغالب. بس مش شرط. يعني انا كنت بروح اليابان، كنت بروح اماكن رخيصه في اليابان بس كانت جوده محترمه، فالموضوع نسبي. بس خلاصه الكلام مش معنى ان البلد غاليه ان انت ما تروحهاش. ممكن تروحها وتحاول تقتصد على قد ما تقدر وتقعد ايام محدوده، لكن ان هي غاليه ما اروحش، لا. انا بالنسبه لي لا، انا عايز الف العالم كله على قد ما اقدر. دلوقتي هنزل اكل لي لقمه، جعان جدا. بجيب بسكوت، اي حاجه مسكره احلي بيها بقي. البنات الصغيرين دول بيوششوا نفسهم، بيتكلموا عليا مش عارف ايه بالظبط. المهم ده محل صيني انا بحب افطر من عنده، متخصص في حاجه اسمها الباوزو، اللي هي العيش او العجينه اللي بتكون معموله على البخار وبتكون محشيه لحمه او خضار. وبرضه عندهم شاولونج باو، وعندهم دامبلينج وحاجات اللي هي الفطار الصيني السريع يعني. وشنجاو وجيدان 鸡蛋 拿几个？这个要一个， وزي جلي تشير 在这里吃 可以，在里面可以在里面的。 哦 OK。 الجهاز بيعمل سكان للكيو ار كود وبيسحب الفلوس من الموبايل. 好了。 المهم طلبت لي 4 بيضات وحته باوزو محشيه لحمه. 就这一个菜，还有地里面上别去你走，转头回去再上面接着上抖音。 المهم المنظر دوت منتشر جدا في المطاعم والمحلات كتير في الصين. المدير بيخلي الموظفين واقفين صف وبيقعد يديهم تعليمات عن الشغل وعن النظافه وعن ازاي يتعاملوا مع الزباين والطلبات والكلام ده كله، وصوته بيكون عالي او ممكن يكون اجريسيف سيكا، ودوت كومن قوي في الصين. يعني هتقابل الموضوع دوت كتير. يعني برضو الورك كلتشر او الحياه الوظيفيه برضو في الصين صعبه شويه. وبرضو في احلى حاجه برضو من المدن اللي هي مش مشهوره قوي او المدن اللي هي مش متكدسه، ان انت عينك قادره تشوف. يعني مثلا في هونج كونج او في المدن اللي هي العواصم بيبقى عينك بتشوف حاجات كتير قوي في وقت قليل، لكن هنا انا قادر ادي كل حاجه حقها نوعا ما. يعني المفروض المكان اللي احنا فيه دلوقتي او مكتوب على اليافطه ان ديت منطقه للشركات والبيزنس الصغير. دي عربيه اكل شارع بتبيع ليانج بي دي عبارة عن شرايح نودلز، بتكون عريضة شوية وبتكون معمولة من دقيق القمح، وبتتقدم بيكون محطوط عليها خيار وكزبرة وصوص وخل وتوم وشطة وساعات فول سوداني، وفي شغل عالي بيتحط عليها، بس طعمها تحفة. دفعت 8 يوان بس. كل يوم بيحط لك ازازتين مية جداد. طلبت اوبر بس انا غالبا متأخر عليه شوية،
فممكن يسيبني في اي لحظه. السواق مشى وسابني، مش عارف مشى وسابني عشان لقاني بصور ولا عشان اتاخرت عليه. دلوقتي هقعد في اي مكان بقى واستنى لي التاكسي التاني على ما يجي. هو انا بختار اللي هو الايكونومي. الايكونومي بيبقى التاكسي بيبقى بعيد شويه، يعني بيوصل متاخر، يعني بيوصل بعد ربع ساعه او حاجه، على عكس اللي هو التاكسي التاني بيبقى اسرع. دي قاعده بشويتي. المهم في شنجن الاكل الشعبي رخيص جدا وموجود في كل حته، فاغلب الشباب او اغلب الموظفين اللي هم عايشين هنا اللي هم متغربين وعايشين في شنجن ممكن يفطروا باوزو او نودلز ويتغدوا طبق لحمه شوربه لينج بي او ايا كان ويطلبوا دليفري بدل ما هم يطبخوا بنفسهم. تشتري وجبه اسهل وابسط من ان انت تطبخ بنفسك، يعني اشتري دماغك. المهم دلوقتي واحد صاحبي قال لي ان في مكان حلو ان انت ممكن تروحه اسمه هوست وير، دوت موجود في شنجن، ودوت مش محل عادي، ده مكان بيجمع ما بين التسوق ان انت ممكن تشتري منه، وبرضه عباره عن معرض فني. المهم دلوقتي داخلين المكان اللي اسمه هوست وير. هوست وير دوت براند كوري اصلا، مبنى ضخم 3 ادوار. هنا هتلاقي تماثيل ضخمه لفرس النبي، العناكب، خنافس، عقارب، حيوانات تانية. دوت المفروض مبني على فكره علامه حشرات وان الكائنات الصغيره بتشوفك ازاي. ده شخص عملاق قاعد متكور وحاضن ركبته ومغمض عينه وتحسه كأنه نايم او في حالة هدوء او تأمل. والتمثال دوت جزء من العالم اللي موجود هنا اللي اسمه عالم الحشرات. والمهم يعني بيقولك ان الحشرات دي بقى عندهم طمع وبقى عندهم ذكاء مفرط، فقرروا ان هم يحبسوا الانسان وان هم الانسان العملاق دوت ويخلوه في حالة نوم او حالة تجميد لمدة طويلة، وبعد كده الحشرات سيطرت على العالم لقرون او لزمن طويل جدا. تامبورين دوت عبارة عن براند العطور وبراند كوزماتكس كورية. في تفاصيل حلوة قوي في التمثال دوت، هتلاقي عروق الايد موجودة، هتلاقي ملمس الجلد اللي احنا المتعارف عليه، اظافر، في تجاعيد في الوش. اللي هو المكان كله عبارة عن معرض فني بيحكي قصة، مش مجرد تماثيل عشوائية وخلاص. هنا هتلاقي تماثيل ضخمة لفرس النبي، العناكب، خنافس، عقارب، حيوانات تانية. هنا بيقولك ان في 3 ادوار. اول دور فيه لوج، في جنتل مونستر اللي هي بتاعت النضارات، وفي تامبورين للعطور. الدور الثاني فيه شويه براندات ازياء. الدور الثالث دوت فيه التماثيل ديت اللي هي بتاعت ال3 عرافات. قصه عالم الحشرات او مملكه الحشرات بتحكي ان كان في مناد دوت زي ربنا او اله، خلق 3 مخلوقات. اول مخلوق اللي هو الانسان العملاق، وفي مجموعه حشرات، وفي الوحوش زي البيسون دوت او مجموعه وحوش مختلفه. والحشرات والوحوش ديت قرروا ان هم يحبسوا الانسان العملاق دوت. المهم نكمل باقي القصه. دول ال3 وشوش الستات اللي هم مغمضين عينيهم، دول اسمهم ال3 اوركلز، ودول العرافات ال3، ودول شافوا رؤيه المستقبل وحذروا مملكه الحشرات ان الانسان اللي نايم دوت اللي موجود تحت اللي هو في الدور الاول قرب يصحى وهيكسر السجن ويخرج من حاله الثبات اللي هو موجود فيها، وهينتقم او هيحارب الحشرات، ينتقم للبشر اللي هم اذوهم ويرجع التوازن البيئي اللي هو ما بين البشر والحشرات تاني. دي من اصغر اسانسير دخلته في حياتي، يعني لا يتعدى ال5 سلام. وبرضه شنجن على فكره من 40 سنه على حسب ما قريت ان هي كانت قريه صيد وصيادين ومزارع، لكن مع الوقت بقى فيها مصانع واستثمارات وعمال بداوا يسافروا من كل حته في الصين. والنهارده شنجن تعتبر من اقوى مصانع العالم، وخرجت شركات زي هواوي، BYD، DJI درونز، تنسنت والشركات كتيرة جدا. والمدينة كلها اتبنت في خلال 45 سنة اللي هي تعتبر عمر إنسان واحد. المهم اشتريت التذكرة ب100 و120 يوان، يعني حوالي 16-17 دولار. عايز أسأله الحمام منين؟ في شوتيان. حمام ده سكوات تويلت، ده سيتنج تويلت، ده بيبي تويلت حرفيا. يعني ايه ده؟ حسه كده حمام لعبة، يعني تويلت باربي. مش عارف يستحمل رجلي الاتنين ولا ايه ده. المهم مكملتش ربع ساعة لعب وجم ناس في المكان قالوا لنا ان احنا لازم نمشي عشان بينضفوا او بيجددوا او بيسووا الجليد. وعلى فكرة العربية دي اسمها زنبوني للي ما يعرفش، دي بتجمع الجليد اللي هو المتخربش اللي هم الناس لعبوا عليه وبتنضف الارض، وبعد كده بتفرد طبقة مية جديدة موجودة على الارض. وطبقة المية دي مع الوقت او في خلال ثواني بتتجمد وبتخلي الحلبة ناعمة جدا وكأنها جديدة تقدر تلعب عليها بكل سهولة. البنت واقفة قدامي بس مش واخدة بالها ان هي واقفة قدامي، قفلت على الكاميرا خالص.
المهم كنت عايز اكمل بس حلو قوي كده خلاص كفايه. دلوقتي خلاص هرجع السكيت واشوف ايه اللي ممكن اعمله. عاملين سلم كبير جنب المكان كتصميم حلو، مدرج او ساحه عامه الناس بتقعد عليها. المهم ديت عربيه اسمها اي 2 ام 9، دي عربيه اس يو في فاخره، وجواها تقدر تتحكم في التكييف، في الشبابيك، في الكراسي، في الموسيقى، وكل دوت بصوتك. والعربيه من جوه تحسها ان هو سمارت هاوس او بيت ذكي، وفيها سينما على فكره، وفي بروجيكتور، وفي 收起座椅时，请注意安全。 كل دوت فويس كنترول. الكراسي بتتحرك قدام وبترجع لورا بالصوت. برضو الازاز بيفتح وبيقفل بالصوت. كل حاجه هنا فويس كنترول. 好的，关闭所有交联， 好的。 打开投影幕布， واو. وعندك برضو تلاجة جوه العربية. الشاشة الصغيرة ديت عاملة زي الموبايل، بيتفك من العربية، تقدر تفكها لو دوست على الزرار من فوق. تقدر تتحكم منها في التكييف، في درجة الحرارة، في الكراسي، في الستاير، في البروجيكتور، في كل حاجة، أو حتى تتفرج على أي فيلم أنت عاوزه. المهم العربية ديت سعرها حوالي 65 ألف دولار على حسب الفيتشرز اللي فيها، يعني متوسط 4 مليون جنيه تقريبا. المهم الفرونت سيت بيطلع قدام وبينزل لتحت خالص، بحيث ان الكنبه ورا تكون واسعه جدا، او تكون عامله زي البيت، او يكون عندك مساحه كبيره جدا ورا وانت بتتفرج على التلفزيون او على السينما او ايا كان عايز تعمل ايه في العربيه. الجزء الاسود اللي موجود تحت دوت مش شاشه تاتش ولا اي حاجه، دوت بروجيكتور. بيبقى في حاجه اسمها هيد اب ديسبلاي، يعني السرعه، الوقت، البنزين، كل دوت، كل المعلومات اللي انت محتاج تشوفها هتكون موجوده قدام منك من غير ما تحتاج تبص لتحت. هنا هندوس 按 هنا. 摩强度调到最大， 好的， 关闭副驾车门， زي ما قلنا الباب بيفتح وبيقفل بالفويس كنترول. واو، كل دوت فويس كنترول. دلوقتي انا هعمل مساج جوه العربيه. 最广为人知的 الجمال ده 是中国经典 الجمال 照片 ده في 3 شاشات قدام بعض او جنب بعض، والتصميم دوت اسمه وان جلاس تريبل سكرين، يعني ازاز واحد 3 شاشات. اول شاشه بتعرض السرعه، البطاريه، البنزين، والكلام ده كله، المعلومات خاصه بالعربيه. تاني شاشه اللي هي في النص بيبقى فيها التكييف، الكاميرات، الكراسي، الجي بي اس، الكلام دوت. تالت شاشه اللي هي بتاعت الراكب اللي جنب السواق، دوت شاحن للموبايل، تحط الموبايل هنا اوتوماتيك ماجنتيك، هنا طبعا تكييف، هنا انتظار. 数波插曲， أوه. المهم العربية ديت أنا ممكن أفتح الباب من غير حتى ما ألمس أي حاجة. يا جماعة والله إحنا عايشين بجد، يعني الصين عالم تاني، الصين عالم تاني، عالم تاني خالص. عندك روبوت بينظف الارض اوتوميتد. المهم دوت روبوت كنس وتنظيف شوارع ذاتي مع نفسه، بيشتغل مع نفسه، اسمه S1 بيتل. في فرشتين قدام بيلموا التراب والورق والكلام دوت، وبعد كده بيشفطهم ويحطهم في الصندوق. المشكلة ان الناس بتتفرج كأن ده حاجة عادية، يعني فاهم، كأن يعني ده حاجة. انا بالنسبة لي ده ماستر بيس، يعني ايه اللي انا شايفه دوت. يعني انا ممكن افضل قاعد طول اليوم عمال بتفرج على المنظر دوت. الناس بتمشي او بتمشي قدام الروبوت عادي، كأنه ايه ده، كأنه حتة بسكوتة، يعني فاهم. الأعمال شكلها تحفة، يعني ايه الجمال دوت. الروبوت شغال حرفيا واخد الشارع رايح جاي كنس. والجزء اللي فوق بيبقى فيه حاجه اسمها 3D ليدار، ده بيكون سنسور، ده بيخليه يمشي لوحده من غير سواق، بيلف حوالين الناس والعربيات والكلام ده كله من غير ما يخبطهم، بيقدر يوقف ويغير مساره لو في حد عدى قدامه، وبيرجع مع نفسه لمحطة الشحن ويشتغل، يعني يشحن نفسه. ديت اللي ورايا او اللي جنبي طفايه حريق، بس مش نوع عادي من طفايه الحريق، دي مضخه ميه بتوصل بيها خرطوم، يعني بتيجي عربيه الاطفاء بتوصل خراطيم الميه وبتوصلها هنا في المضخه، وبتوصل ميه من هنا للمبنى او ايا كان اللي انت عايز تضخ ميه او تطفي الحريق فيه. شاو فانغ شوان. هنا مكتوب على التاكسي اي سبيك يور لانجويج، بس هو اكيد مش بيتكلم لغتك، هو بمعنى ان هو في اي اي او في ترانسليتور جوه التاكسي. جعان جدا فداخل اشتري بطيخ او اي حاجه اكلها.我想要西瓜。西瓜。呀。27块6。那你自己改的呀，你水单自己改的，我真的。60钱。27块6。欢迎使用支付宝支付。الله الله الله
من غير بس عايز اعمل مسابقه واشوف مين بيعرف ياكل بطيخ اسرع مني. دون لاست بيس. دلوقتي هاخد المترو هروح حته اسمها هواش بي غالبا المنطقه صح. دوت عباره عن شارع مليان مولات الكترونيكس، كل حاجه الكترونيكس تتخيلها موجوده هنا. المهم لو ركبت المترو في شنجن دوت من اخطر الحاجات اللي بتعبر او بتوضح قد ايه المدينه متطوره وسريعه جدا. الشبكه هنا ضخمه جدا حوالي 600 كيلومتر، وفي 432 محطه مترو موجوده في شنجن، وبتوصل لكل حته في شنجن، مطارات، تكنولوجيا، شواطئ، حتى الحدود مع هونج كونج. المهم خلاص وصلنا. المهم خلي بالك ان كل محطه مترو بيكون فيها اكزيتس كتير جدا يعني، ودوت بسبب ان المحطه ممكن تكون بتخدم اكتر من منطقه. المهم البتاع اللي موجود في الطاسه دوت اسمه جوتيا واللي جنبه اسمه جيان جاو. ده عباره عن دامبلينج صيني متحمر في الزيت او متحمر في الطاسه اللي قدام منك. المهم دلوقتي المكان اللي انا فيه اسمه هواشيانغ بي. دوت مش مجرد سوق واحد، ده عباره عن منطقه كامله او شارع كامل مليان عمارات ضخمه متخصصه في الالكترونيكس، ودوت اكبر مركز لتجاره الالكترونيكس في الصين. المهم هنا هتلاقي موبايلات جديده، موبايلات مستعمله، قطع غيار، شاشات، بطاريات، كاميرات، عدسات، ميكروفون، اضاءه، ادوات تصوير. هتلاقي برضو درونز، روبوتات، اجهزه غريبه لسه مش منتشره، حاجات للبي سي، شرائح الكترونيكس، محلات تصليح في كل حته حواليك، صيانه للموبايل، صيانه لاي حاجه الكترونيكس معاك تقدر تصور بيها من غير ما حد اللي قدامك يشوفك. هي حلوه للفلوجرز والكلام ده كله. دوت جهاز مساج، دي حاجه زي اوزمو بوكيت 3 بس طبعا تقليد. كل عماره ممكن تكون متخصصه في حاجه معينه، يعني ممكن تكون عماره متخصصه للدي جي اي برودكتس، للمنتجات الدرونز، عمارة تانية للكاميرات، عمارة تالتة للموبايلات، عمارة رابعة لحاجة مختلفة تانية خالص. وكل طابق برضو نفس الكلام بيكون فيه ممكن مئات المحلات الصغيرة. كان دوت حلو عشان عينك هتشوف حاجات كتير الكترونيكس في مكان واحد. ديت نضاره نفس فكره الميتا جلاسز، فيها كاميرا تصور اللي قدامك من غير ما ياخد باله. دوت معرفش ده ايه، شكله غريب قوي يعني. You Afghanistan? Yeah. Whoa. But I've been to Egypt many times. I have two residences. I'm in Hong Kong and I'm in Indonesia. Indonesia. But I have a home in Canada. Yeah, I was born in Afghanistan, but in my passport it says India because we left as refugees. India. Oh. Yeah, because we left as refugees when the Russia war happened, and we got out and went to India, and then when we were leaving India to come to Canada, we had to put India as birth of person. My birthday was changed. Yeah. My birthday was changed. Yeah, crazy. Our house got bombed. It got burned. We had to leave. So all of our documents, everything got destroyed in the fire, in the bombing. How long is your visa? Like tourist? 60 days business. 60, yeah. 60 days. Yeah. If I marry a beautiful Chinese girl, I can get one for 180 days. Yeah. Thank you. المهم دوت شخص في الاصل افغاني لكن معاه باسبور هندي بسبب الحرب والكلام ده كله. Which, I mean, don't speak Chinese. I will try. Google Translate. شيشي. Hi. المهم يعني لو في اي منتج محتاج تجيبه الكترونيكس من هواشيانغ بي في شنجن، او محتاج مساعده انك تلاقيه او تتواصل مع البياعين، كلمني وانا هقدر اساعدك. المهم ديت مش شنطة سفر عادية، دي شنطة سفر كهرباء تقدر تركبها وتسوقها زي السكوتر في أي مكان أنت عاوزه. لكن خلي بالك إن في بعض شركات الطيران بترفض
ان انت تسافر بالشنط ديت عشان بيبقى فيها بطاريه ليثيوم والكلام دوت. 但諗爽啊！ احلى حاجه في المكان دوت او في منطقه واشينج باي انك هتلاقي اختراعات كتير جديده جدا، اختراعات جامده جدا للمستقبل. دوت كلب روبوت بيقدر يتحرك، بيقدر يجري، بيقدر يمشي، بيهز طبعا بالكنترول يعني، بيهز ديله، بيعمل اصوات غريبه، بيعرف يتشقلب. ففي الرايق يعني لو حابب تجيب حاجه لابنك او بنتك او ايا كان او حتى لنفسك تلعب بيه. واو. الصراحة فرهطت فأنا مش قادر ألف أكتر من كده، فدلوقتي داخل أبدل فلوس. تخيل حجم الدرون عملاق. كل ماكدونالدز، وعلى فكرة ماكدونالدز في الصين مختلف خالص عن ماكدونالدز في أي مكان تاني. هتلاقي هنا أكلات ونكهات مختلفة جدا، وطبعا أكيد مش حلال. 70% من المنيو بيكون فيه منتجات خنزير أو برجر خنزير، فخلي بالك يعني. هركب دلوقتي الخط الأخضر، هروح حتة اسمها، هركب 3 محطات وهروح حتة اسمها كوكو بارك، هشوف النايت لايف في فوتشان عاملة ازاي. دول مش الضباط ولا حاجة، دول بيكونوا أفراد أمن وبيكونوا متوزعين في محطات المترو. كوكو بارك دوت مكان موجود في فوتشان وسط السكاي سكرابر والكلام دوت، ودوت عبارة عن مكان حلو أو مشهور جدا بالنايت لايف، وفي برضه شوبينج مول. والمكان دوت بيكون اكتف جدا بالليل بعد الساعة 9. بتلاقي أجانب أو بتلاقي لوكلز بيتجمعوا مع بعض، بيسهروا، مزيكا، أكل، الكلام دوت. وبرضه خلي بالك بيبقى ساعات في أحيانا، مش دايما، بيبقى في زي بروستيتيوتس بتيجي تكلمك على اساس ان هي بنت عاديه، لكن هي لا، هي بروستيتيوت يعني بتستقطب الناس، تاخد منهم فلوس او ايا كان. وطبعا بتستهدف الناس الاجانب. دلوقتي خلاص خلصت اليوم، هركب اللاين 4 اللي هو باللون الاحمر وارجع البيت واشوف بكره ايه اللي ممكن اعمله. دي القعده المفضله للصينيين، بيحبوا يعملوا سكوات. القطر اهو بعيد، يعتبر مليان، هنا الدنيا فاضيه. المهم دلوقتي همشي تلت ساعه عشان اوصل الاوتيل. زي ما انتوا شايفين الاف الموتوسيكلات في كل حته حواليك، ولا بقى محتاج جراج تدفع جراج ولا الكلام ده كله. عادي فوق الرصيف عايش حياتك، والدنيا امان، في كاميرات في كل حته. والصين اول مره رحتها مختلفه عن دلوقتي، يعني كل مره بروحها في تطور كبير بشوفه. في بلاد تانية تجيلها بعد 15 سنين زي ما هي حرفيا يعني رحت مثلا شندو، رحت شونغشينج، رحت كونمينج، رحت لا يونان، رحت بكين، رحت شنغهاي، رحت شنجن، رحت جوانزو، رحت يولين هي بتاعت لحمة الكلاب ديت، دوج ميت فيستيفال. هروح هاينان، ولسه هروح شونغجاجي جبال الافاتار. وستيل برضه يعني كان في واحد بيكلمني صيني بيقول لي معلم انت رحت المدن انا ما رحتهاش، يعني انا كصيني كلوكال انا ما رحتش المدن ديت، مع اني ما استكشفتش بلدي يعني انا مصر نفسها انا ما. كاميرات في كل حته. دوت الدليفري، انا عايز اوصل حاجه لحد في المنطقه الفلانيه ومش عايز اطلع له البيت او مش عايزه يطلع لي البيت، او عايزك بس توصل لي المكان في المنطقه ديت، انا هكون بس قاعد مع صحابي، فبدل ما تدالي في ايدي احطها في الخزنه اللي ورايا ديت، فيها ابس الكلام دوت، يعني كل حاجه اوتوميتد. دلوقتي عايز اجيب لي اي لقمه، واحد والموزه بتاعته.
المطعم ده مسلم حلال. شوفوا المشيه التلت ساعه ديت على رجلي على قلبي زي العسل، ما عنديش اي مشكله فيها. لو بقى معايا حد صاحبي، يعني انا دلوقتي مسافر سولو، لو مسافر مع حد صاحبي او ايا كان هيقول لي ايه اللي خلاك تحجز حاجه تلت ساعه عن المترو؟ طب انت ليه عملت كده؟ طب ليه عملت كده؟ خلي بالك انت لو كنت عملت كده هيبقى احسن من كده. طب ما تيجي نعمل كده بدل كده، فاهم قصدي؟ فانا ما احبش الكلام ده كله، فبسافر لوحدي، مش عايز حد يقول لي كلمه ملهاش لازمه، ولا عايز حد يشتكي. انا بقى هتلاقيني بغلط وبعك والكلام ده كله، ما بحبش حد يشتكي لي. انا نفسي ما بشتكيش، بعك وبغلط وما عنديش اي مشكله في الكلام ده كله، على قلبي زي العسل. اسافر مع حد يقول لي كلام ملوش لازمه؟ لا يا عم. لو انت متجوز مصاحب خاطب الكلام ده كله والبنت قشطه، يعني she's following you 100% وشي از نوت ا كومبلينر، حلو قوي، دوس يا معلم. لكن لو حد بقى كومبلينر والكلام ده كله وانت ابعد يا معلم، فكك، هتكره نفسك وهتكره السفر. دوت مطعم مش عارف ده مسلم، ده المفروض اكل مسلم. ايجوري اللي هو شينجان. في نايت كلاب قدام مني اسمه سونج ستار، المفروض انام دلوقتي بس انا عايز ابص عليه، حاسس ان في فايب حلوه، في مصدر لسه طالعه من المكان، فبص كده عليه. دوت كلاب جنب البيت عندي، بس الصراحه يعني انا بتمشى فيه دلوقتي بس هو مش عاجبني خالص. الجو هنا حاسه فيك او مصطنع او تجاري زياده عن اللزوم. اغلب الناس هنا التفاعل فيك، لازم عشان يعني البنات كلها بنات شغاله هنا، يعني مش بنات، يعني بنات كانوا فريلانسرز يعني او شغالين في المكان. الجو هنا او الدنيا هنا لازم اولا تجيب ترابيزه وتقعد تفضل تطلب مشاريب لنفسك وللبنت اللي قاعده معاك او ايا كان. واغلب البنات هنا شغالين، وده جزء كبير من الجو المعمول يعني شو. وده زي الكي تي في، تحسه مش كلاب عادي. وانا الصراحه بفضل الاماكن اللي هي بيكون فيها انتراكشن او فيها تواصل من غير ان انت ما تطلب ترابيزه وتقعد تدفع والكلام دوت، او الاماكن اللي بيكون فيها زي طلبه جامعه او شباب او ناس عايشين في المدينه او ناس رايحين يتفسحوا ويخرجوا والكلام ده كله، مش بنات شغاله بتدفع فلوس عشان تتكلم معاهم والكلام دوت. فيك وخرا ورخيص، بس في ناس بتحبه او في ناس الجو دوت بالنسبه لها احسن. يعني انا ملاحظ ان في ناس كتير قوي كبيره في السن، تقريبا 50 سنه او فوق 50 سنه او ايا كان بقى سنهم ايه، تقريبا بعد الشغل او عنده بيزنس او الكلام دوت، وما عندوش خلق بقى ان هو يعمل اي حاجه غير ان هو يقعد يريلاكس، يسمع موسيقى، يجيب كام واحده حواليه وياخد ارقامهم او ايا كان بقى يتفق معهم على ايه اللي ممكن يحصل. والمهم ان في عك كتير قوي بيحصل جوه الكلوبات ديت او الكلوب ده تحديدا، بس زي ما قلت كل البنات اللي موجوده هنا بيكونوا شغالين، بتدفع فلوس او بتطلب لهم عشان تديك او تفتح لك سكه. المهم المكان دوت حلو لو انت دخلت بصحابك، بس انسى انك تقدر تتعرف على اي حد من جوه. ممكن الحاجه الوحيده اللي عجباني في المكان دوت ان في لايف بيرفورمانس حلو، يعني في ناس ميوزك او الدنيا في اللذيذ يعني. زي ما انتم شايفين دي اوضه برايفت، والواد دخل البنت جوه التيشيرت، مش عارف ايه الهبل ده. المهم نظام الكلاب دوت معتمد، يعني مش كلاب من النوع الكويس، معتمد على ان انت تصرف فلوس. في نسبه كبيره من البنات اللي هنا اوريدي بيكونوا شغالين في المكان دوت، ان هم فاهم شغلانتهم ان هم يخلوك تدفع اكبر قدر ممكن، وان هو الترابيزه بتاعتك تكون مليانه. فده من الكلوبات اللي هي مش احسن حاجه. يعني نسبه كبيره من البنات اللي هم اوريدي شغالين، يعني مش صحاب جامعه او اي حاجه من الكلام ده كله، بيبقى فلوس وخلاص. واحد معاه فلوس يطلب 100 ازازه ولا 50 ازازه، يقعد على ترابيزه، يحجز ترابيزه، كام بنت تبقى حواليه، يتكلم معاها كونفرسيشن، ممكن بقى يعمل اي حاجه بقى اللي بالك. وطبعا كل ما تدفع كل ما البنت تأوفر بقى اكتر. بس طبعا في كلوبات كويسه، في كلوبات بتبقى شباب او طلاب جامعات، او تقدر تتكلم فيها مع الناس، اللي هو مش بيبقى الغرض الربح. البنات اللي هناك مش غرضها الربح قد ما غرضها ان هي تتعرف على ناس كويسه، او تتعرف على ناس او ايا كان اللي غرضهم، بس مش غرض مادي بحت. يعني مثلا الناس اللي قاعدين في وش دول صحاب، قاعدين باين عليهم بيلعبوا بيهزروا بيلعبوا جيمز بيضحكوا الكلام ده كله، فده حلو باين عليهم. لكن مكان تاني لا. وطبعا المكان دوت بقى بيبقى فيه بقى اوض برايفت زي ما انت شفتوا، كي تي في بقى، وفاهم كل بقى ما تدفع كل ما البنت تأوفر اكتر.
او اكستريم، وكمان مش بنت واحده، ممكن تبقى مثلا 5 بنات 10 بنات 20 بنت. في ناس جوه بقى بتبقى متريشه، يعني بتدفع بقى ارقام، يعني ممكن تدفع في القعده $1000 $500 واكتر واكتر، يعني ما عندهمش اي مشكله، اللي هم اوريدي شغالين ومرتاحين ماديا، فاللي هو انا برفه على نفسي في اخر اليوم، فاعمل اي حاجه انا عاوزها از لونج اللي انا مبسوط. في بقى كلوبات تانية تبقى بقى مين لي صحاب. مش عارف، انا الواحد اللي بحب احط الهدوم بالشماعات، بحس الموضوع اسهل، يعني لو لسه هطبق الهدوم والكلام ده كله مرميها بالشماعات وخلاص. بالمنظر دوت اشيله واحط بالشماعات، ولا اطبق ولا وجع دماغ. ارمي يا معلم، 100 100. لو وصلت لحد اخر الفيديو فعايز اقول لك ان انت من الناس الجدعه اللي كملت معايا الرحله للاخر. اعمل لي فولو عشان تشوف كل المغامرات الجايه الموجوده، وبرضه لو عندك اي سؤال عن شنجن او عن الصين او عن اي مكان مختلف انا رحته، اكتب لي في الكومنتات وانا هرد عليك، او ابعت على الانستجرام برد على كل الناس. ما تنساش تدعمني بلايك وبشير، لان دعمك دوت اللي بيخليني اكمل واسافر واوريك اماكن وتجارب مختلفه.